السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. سمحوا لي بزاف هاد المره تعطلت عليكم باش نجيب لكم هاد الفيديو نظرا للظروف الصحيه، ودابا رجعت لكم وعلى بركه الله. عندي في المقادير بالنسبه للكيك ديالي التحتاني، حيت هاد الكيك على شكل طبقات. عندي زوج بيضات كنطربهم مزيان مع كاس معامر ديال السكر السنيده، كنخلطهم بالخلاط الكهربائي اولا بالفويه العاديه. غنخلط مزيان حتى يذوب ليا السكر، وكندير واحد مبشور برتقاله اولا تقدروا ديروا مبشور حامضه اولا سكر الفاني. وغادي ندير كاس ديال الحليب مع كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. غادي نستمر في الخليط، غادي نخلط مزيان، وما تنساوش ديروا رشه ملح لتصحيح الذوق، وغادي نضيفوا ليهم كيس ديال الخميره كيماويه والدقيق على حساب الخليط. خليط كيك عادي يكون خفيف شويه باش هكا كيجينا طبقه ديال الكيك خفيفه ومفشفشه. كنستمر بالخليط ديالي غير بالفوي، كنحبس من التخليط بالباتور وغادي نبقى نخلط. غادي نحتاج الاطار اولا مول اللي عندكم اولا على حسب الرغبه ديالكم فاش تهيتوا هاد الكيك. اما انا بالنسبه ليا فدرتو غير في هاد الاطار اللي على شكل مربع، ودرت لتحت ورق الزبده، وغادي ندير فيه الخليط مباشره. غادي ندخلو الفرن يطيب عادي بحال شكل الكيك العادي، 180 درجه من الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن ديال الضوء 180 درجه. بالنسبه للفرن العادي كندخلوه من الفوق، النار تكون من تحت منه، النار تكون مهيله شويه ودغيا كيطيب حيت ما غاديش يجي عالي بزاف. بالنسبه للكيك ديالي كيكون على هذا الشكل هذا. من بعد ما طاب غادي نحيدو من المول ديالو اولا الاطار ديالو، غادي نخليه يبرد تماما. عاد غادي ندوزو نكملو فيه باقي الخطوات الجايه. بالنسبه لهاد الوصفه تقدروا ديروا هاد الوصفه ديال الكيك اولا تقدروا ديروا وصفه ديال الجينواز، حتى هي كتجي رائعه وكتجي خفيفه بزاف. كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. وقبل ما ندوزو لباقي الحشوات اللي فوق منه، ما تنساوش تخليو ليا لايك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو باش تعم بالفائده. بالنسبه لهذا السيرو اللي درت للسقي ديال الكيك ديالي، فيه عصير البرتقال مع سكر السنيده. الحلاوه كتبقى على حساب الذوق ديالكم، بغيتو ديروا حلو بزاف ديروا، بغيتو ديروه ناقص يمكن ليكم. وكتغليوه 5 دقائق فوق البوطه، عاد كتسقيو به الكيك. بالنسبه لاكريم اللي غتكون فوق من طبقه ديال الكيك، غتكون هي هذه اللي كتكون من اطرو لاروب ديال الحليب مع 4 المعالق كبار ديال كريم باتيسير مع 4 المعالق كبار ديال سكر السنيده. غادي نخلطوهم على البارد، من بعد غادي نحطوهم فوق البوطه يغلاو ويوليو ليا بهذا القوام هذا اللي كيكون عاقد. وغادي نديروهم فوق وجه الكيك ديالنا، غادي نسرحوهم مزيان حتى تقاد لينا هاد الطبقه ديال لاكريم فوق من الكيك وتجي مبسطه. وغادي نخليوها تبرد تماما في الثلاجه وتماسك لينا وتشد في راسها. من بعد عاد غادي ندوزو نديرو طبقه ديال الدسير من فوق منها. وبالنسبه لاكريم باتيسير،
في حالة ما إلا ما بغيتو ديرو لا كريم باتيسير يمكن لكم تعوضوها غير بالنشا وتنسموها بالنكهة اللي بغيتو. تقدروا تنسموها بالنسمة ديال البنان او الفاني او فاش كترتاحوا. مباشرة من بعد ما بردات غادي نستف عليها الديسير ديالي. انا استعملت هنايا تفاح خليته بقشورو قطعته على هاد الشكل هذا، وعندي الخوخ وعندي الشهدية اللي خليتهم بجوج بالقشرة ديالهم باش تعطيني داك النضارة الحلوة ديالي ويجي منظرها زوين. واستعملت كذلك الموز او البنان حتى هو قطعته على شكل دوائر ودرته بهذه الطريقة هذه. ويمكن لكم تستفوا الديسير ديالكم كيف ما بغيتو كيف ما ارتاحيتو تشوفوه. كتزيين فقط نتوما لكم الاختيار، تقدروا تستعملوا اي ديسير عندكم. فريز كيجي رائع في هاد الحلوة هذه. الكيوي كيعطي منظر رائع. وهنايا غادي نحتاج جوج الكيسان ديال الليمون، غير جوج كيسان غير صغار. وغادي نحتاج الفلون ديال البنان ولا الفلون العادي، وغادي نغليه فوق البوطة. من بعد ما غيغلى غادي ندير معلقة بهذا الشكل هذا وغادي نخوي هذا السائل فوق من الديسير ديالي. وانا كندور على كاع الجوانب باش يجيني مقاد. وفي حالة ما لا بقات كتبان لينا شي بلاصة ما فيهاش غادي ندوزها ليه بالمعلقة ونقاد الليمون ديالي مزيان. من بعد غادي ندخلو للثلاجة كيبرد مزيان وكيولي هكا كيبقى شفاف كيبين ليا الديسير اللي عندي لتحت وكيجي رائع. صراحة هاد الكاطو كيجي لذيذ بزاف ومنعش وديال هاد الصيف هذا تبردوا به نتوما ووليداتكم وعائلاتكم بالصحة والراحة. كنتمنى الوصفة تكون عجباتكم. شكرا لمتابعة الفيديو وما تنسوش تخليو لي لايك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو. شكرا لكم بزاف. خليكم مع وصفة جديدة ان شاء الله ومع فيديو جديد. السلام عليكم، خليتكم على خير. نتمنى الوصفة تكون نالت اعجابكم.